نقاط عرض. اليوم سيكون عبارة عن فيديو مختصر ولكنه مركز للأحداث المتوقعة القادمة في الأيام القادمة. اليوم أعلن وقف إطلاق النار في غزة. اليوم أعلن وقف إطلاق النار في غزة. وزي ما قلت قبل كده من سنة وأكثر إن شرط من أهم الشروط هو إيقاف ضرب النار في غزة. لازم الحرب في غزة تنتهي علشان تبدأ الأحداث الجسام تبدأ، لأن قلنا قبل كده إن دخول فإذا جاء وعد أولاهم بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد، سورة الإسراء الآية 5. الشرط فيما يفهم من الأحداث المروية في سفر حزقيال إصحاح 38 و 39 إن لازم يكون مفيش سبب يدعو أو حجة كبيرة تدعو أو تدعي أو تتطلب تدخل عسكري قوي، تحالف عسكري قوي بين روسيا والدول الإسلامية على رأسها إيران وتركيا وباكستان وغيرهم من أجل دخول على إسرائيل واحتلال جبال إسرائيل وهروب الإسرائيليين واليهود من فلسطين. وقلنا قبل كده أنهم يهربوا إلى الجزر اللي شارينها في اليونان دلوقتي، وهيروحوا وعارفين إيه اللي هيحصل بعد كده، لأن كل الأحداث سيناريو الفيلم كله مكتوب، سيناريو الفيلم كله معروف إيه اللي هيحصل فيه، وإن هتدخل القوات التحالف الإسلامي الروسي أو اللي يسموه يعني إيه تحالف الصليب مع الهلال، إن هيحصل التحالف ده وهيحتلوا إسرائيل دي بسهولة جدا في ساعات قليلة جدا، وهياخدوها كلها في ساعات. فجاثوا خلال الضياء بعض الجهلة والأغبياء وعديم الفهم وعديم الإدراك وعديم كل شيء يقول لك ده بتاع نصر، واحد في مرة تانية يطلع له لا ده أيام صلاح الدين هو اللي دخل وبنجان وكل كلام فارغ، كل دي خص في خص. فإذا جاء وعد أولاهم، ربنا ما قالش فقد جاء وقد جاء وعد أولاهم فبعثنا عليهم عبادا لنا، لا ربنا قال إيه؟ فإذا جاء وعد أولاهم بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاءوا خلال الضياء. الأحداث القادمة والشيء اللي حابين ننوه عليه هو إن قد آن الأوان وبدأ العد التنازلي لوجود التحالف الإسلامي الروسي من أجل أن يتم الوعد الأول لبني إسرائيل وأن يدخلوا هؤلاء المسجد دخولا عظيما فاتحا. فلما تيجي الوعد الآخر اللي قلنا عليه قبل كده إن هو هيجي جيش لما اليهود هيرجعوا تاني لفلسطين بعد ما يحصل الخلاف بين الروم اللي هم الروم الشرقيين اللي هم الروس مع الدول الإسلامية التحالف الإسلامي، بسبب إن واحد يقول غلب الصليب فالمسلم ما يتضايق فهيقتله فتقوم الخلاف، هيدوب الخلاف بينهم في الوقت ده وهيتقاتلوا مع بعض، فيتقسم جيوش المسلمين إلى 3 قتلات، تلت هيهرب هيفر هؤلاء لا يتوب الله عليهم أبدا، وتلت هيستشهد فهم خير الشهداء. والحرب هتكون زي ما قلنا قبل كده في عسقلان، زي ما الرسول قال لنا نعمل فيما معناه يعني ان
أفضل الشهداء في هذا العصر هم المرابطون في عسقلان، ويبقوا 70,000 واحد اللي يتقتلوا متحددين بالواحد. 70,000 يتقتلوا في عسقلان. رحم الله أهل المقبرة، رحم الله أهل المقبرة. فقيلت قالت عائشة عليها لعنة الله وأبيها: من البقيع؟ قال: لا، مقبرة عسقلان. 70,000 مقتلون، وهم خير شهداء هذا الزمان. ان هم 70,000 دول ان هم استشهدوا، اللي هو تلك الجيش الاسلامي اللي استشهد في عسقلان، ويكون الحرب بينهم وبين الروس في عسقلان. طبعا احنا اتكلمنا عن الكلام ده كله في الفيديوهات السابقه، ممكن ترجعوا ليه. الحاجه الثانيه اللي عايزين ننوه عليها يعني إننا اتكلمنا في الفيديوهات السابقة عن ذي القرنين. بعض البهايم برضه طالعين يقول لك سليمان بن داوود هو ذي القرنين. مين سليمان بن داوود؟ الملك كله ما كان حفصة ماعز، يعني كل ملكه كان في أوضة، كل ملكه كان في بلاد الشام اللي هي كلها على بعضها ما تساويش بلد أساسا. متخلفين عقليا ولا إيه؟ مختلين عقليا. يوم ما حب يتطاول أو وصل لليمن، إنما مصر كانت إمبراطورية في الوقت دي، والحكم بتاعها حكم مستقل. العراق كانت إمبراطورية وحكمها حكم مستقل في الوقت دي. مين ابن داوود اللي هيجي؟ سليمان بن داوود اللي يبقى ذي القرنين. ذي القرنين ده حاجة أعظم من كده مليار مرة. ذي القرنين ده هو إدريس، هو أوزوريس، هو شداد بن عديم وابن البرشيم وابن قبطيم وابن مصر وابن مصرين وابن هود عليه السلام، ابن عبد الله بن الرباح بن خالد الكلب بن عاد بن عاصم بن إرم بن نساء بن نوح بن لمك بن شلق بن خانوق بن يارد بن هلاليل بن تنين بن أميك بن سليمان. قلنا الكلام ده بقالنا 20 سنة بنقول الكلام ده، والبهايم مش عايزين يفهموا. واليهود لما يحبوا يسألوا الرسول يقولوا له من يسألوه عن ذي القرنين، هو ما قال لهمش من ذي القرنين. هم بقى عارفين ذي القرنين بقى، هنقول له ده سليمان بن داوود هو ذي القرنين. متخلفين، انتوا مختلين عقليا، ما عندكم مخ خالص، ما تقولوش حاجة على مخكم خالص وتفكروا فيها صح. لما ننتظر الأحداث القادمة زي ما قلنا لا يكون فيها فعلا إظهار وتبيان للحقيقة كاملة. هذا ما أمكن. إلى اللقاء آخر، والسلام على من اتبع الهدى.